مساء الخير المتتبعات العزيزات ديال قناة مطبخ ماغي وكذلك المتتبعين الأوفياء. كما كتلاحظوا في هذا الفيديو هذا هو عبارة عن مملحات. انا كنت كنتمنى لو انني قدرت نحط هذا الفيديو بكري شويه باش انكم تلحقوا حتى نتوما تصايبوهم لعائلاتكم ضيوفكم وليداتكم قبل من العيد، ولكن مع الاسف حتى انا دركني الوقت، راه دابا كندير لكم الاوديو اللي لغت ليه العيد. حتى انا تعطلت عاد باش صايبتهم، ولكن ماشي مشكل. انا هاد السنتين ولا ثلاث سنين الاخيره كامله وليت كنحاول انني في رمضان اولا ملي كيقربك العيد الكبير كنحاول انني نفرغ نفسي للتعبد، لان هادو ما اعياد اللي خاصه بالعبادات. ان شاء الله في المناسبات الجايه نقدر نبقى نصور لكم داكشي بكري بزاف باش انه ندير الواجب ديالي حتى في القناه. اول حاجه غادي نديرو هي غادي ناخذ الكاس ديال الروبو، غادي نوضعو فيه الزبده. انا هنا استعملت الزبده ديال الطاس. غادي نضيفو البيضه الكامله مع صفار بيضاء، وغادي نخليو بياض بيضاء غادي ندهنو به الوجه ديال هاد الفقيقصات فيما بعد. ثم غادي نضيفو الاربع مثلثات ديال الجبن. انا استعملت الجبن الاحمر، 4 مثلثات ديال الجبن الاحمر. ثم غادي نضيف 2 معالق يكونوا عامرين مزيان ديال المطارد. هنا المطارد راه ضروري خصو يكون مالح، حيت كاينه النوعيه اللي ما مالحاش بزاف. الا ما كانش مالح بزاف غادي تزيدوا شويه الملح على الكميه اللي حنا استعملناها هنا في هذا الفيديو. من بعد كنضيفوا الكاس لاروب ديال الزيت اللي مخلط ما بين النباتي وما بين زيت الزيتون. غادي نزيدوا الياغورت طبيعي. بالنسبه اللي ما عندهاش الروبو راه استعمل القصا عادي، خصوصا دابا راه الزبده كتكون لينه في هذا الجو سخون. ثم غادي نضيفوا نصف ملعقه ديال توابل السمك، نصف ملعقه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، ونصف ملعقه ديال الهريسه. هنا الهريسه راه استعملت الهريسه ديال موز الزيتون ماشي المصنعه. ثم غادي نضيفوا ملعقه ديال السكر، وغادي نضيفوا الكيس ديال الخميره الكيماويه، وغادي نديروا كلشي يتخلط مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو جد متجانس. الزبده كتكون دابت تماما كما كتلاحظوا. بالنسبه لهاد الزبده اللي كنستعمل انا لان الجو سخون راه ممكن تخدموها باليد وكتخرج واعره. انا هنا غير باش انني نسرع لان الروبوت غير كيخلط داكشي. وبالنسبه للملعقه ديال السكر علاش ضفناها لانه دائما السكر كيعطي لاي نوع تاع المخبوزات او نوع ديال المملحات هذيك القرمشه وداك اللون الذهبي. يعني السكر كيعطي الحاجه تحميره، يعني ما تحمرش الا ما ضفتوش ليها السكر. صافي هنا بعد ما ضفنا الجبن وحركنا شويه بالملعقه الخشبيه بدينا كنضيفوا كذلك الدقيق اللي كنغربلوه، ضروري يتغربل. صافي من بعد كنجمعوا العجينه، غير كنجمعوها بحال الصابلي ما كندلكوهاش. هاد العجينه اللي مشيتو دلكتوها مزيان راه غادي تساهموا في انها غادي تنكمش لكم الفقيقصات ديالكم وهما كيطيبوا في الفران. انا جربت ندلكها كانت النتيجه كارثيه. ما كندلكوش كنجمعوها صافي هي راه راسها كتجمع مزيان. صافي هنا كنقسموا هذيك العجين ديالنا لاربع قطع. غادي ناخذوا القطعه الاولى، غادي تعاملوا كما كنتعامل انا مع العجينه. شتوني كيفاش فتحتها؟ غادي نضيف هذاك الكركم وغادي نحاول ندخلو فيها بلا ما ندلكها. شوفوا كي كنتعامل معها غير باطراف الاصابع، ما كنبقاوش كندلكو فيها، لان الا دلكناها كما قلت لكم غادي نلقاو ديك المشكله ديال انها غادي تنكمش لينا اثناء الطهي، وحنا بغيناها تحافظ على الجماليه ديالها. صافي هنا بعد ما لقيت ان هذاك الكركم دخل ليها تماما غادي نجمعها هكا غير 1 2 3 المرات، وغادي نوضعها على جنب. وغادي ندوز العجينه الثانيه اللي حتى هي خصنا نلونوها باللون الاحمر ديال البابريكا. هنا البابريكا راه استعملت المدخنه، راه تلقاوها عند الباعه اللي خاصين بمستلزمات الحلويات. واللي ما عندهاش منين تجيبها، يعني مدينه صغيره ولا ساكنه في شي جماعه، استعملوا غير التحميره العاديه راه هي كتجي رائعه جدا، انا مجرباها. صافي هنا ملي سالينا غادي ناخذ اول عجينه اللي هي الصفراء اللي زدت ليها الكركم. بالنسبه للناس اللي كيجيهم الكركم
يعني المذاق ديالو شويه مجهد، بامكانكم انكم تستعملوا الخرقوم العادي، داك الملون العادي، يعني ما يزيدش نكهه. صافي غادي نستعمل هنا طابع ديال عباد الشمس، هاد الوريضه هذه اللي كتشوفوها مع العجينه الصفراء. عقلوا هاد المرشم هذا كنستعملوه مع العجينه الصفراء باش تخرج لنا وريضه على شكل عباد الشمس. ثم كناخذوا عجينه الاخرى اللي ما ضفناش ليها حتى شي لون، غادي نقطعوها على هذا الشكل هذا بحال مستطيل هو معوج من الجنيبات، وبعد ما كندهنوهم كلهم بياض البيض، هذا المستطيل هذا كنضيفوا له الجبن المحكوك، جبن اضام، وهاد العباد الشمس كنضيفوا له البافو في الوسط باش كيجي لينا نيشان بحال عباد الشمس. هنا بالنسبه لهاد المملحات، هذيك الكريه اللي شفتوها تاع فخوماج هذا راه كتجي معها نيشان، يعني ما بين العجينه الرئيسيه وما بين هاد الزواق ديال هاد الربع العجين صافي راه كتجي نيشان هذيك 250 غرام. بالنسبه للعجينه عاوتاني الثالثه اللي هي الحمراء اللي ضفنا ليها البابريكا، كنديروا فيها هاد الرشمه هذه وكنوضعوا في الوسط ديالها زريعه ديال اليقطين. ثم معنا اخر شكل اللي هو هذا، كنديروا هاد الزواقه. المرشم انا هذا هو اللي كيعجبني بزاف. وبعد ما كندهنوا هاد المملحات حتى هما بياض البيض كنضيفوا لهم نصف اللوزه. انا اول حاجه درتها هي انني قسمت اللوز الانصاف قبل ما نبدا كاع المملحات، لان العمليه كتحتاج وقت تقريبا شي ربع ساعه وكيكون هذا هو النتيجه. شوفوا هاد المملحات خصهم يطيبوا في نار مهيله بزاف باش كياخذوا وقتهم في الطياب بلا ما يتحرقوا، يعني غير كيتحمروا كيكونوا طايبين من الداخل، ما مقرمشين وفي نفس الوقت رطيبين. ما نشكرهمش لكم، جربوهم وانتم غادي تشوفوا يعني رائعين جدا. راه هاد التبصيل هذا لا بقى حدانا كنساليوه. ان شاء الله في فيديوهات قادمه غادي ندير لكم واحد المملحات اللي هما حصريين قناه مطبخ ماغي، يعني ما تلقاوهم في حتى شي بلاصه اخرى، مع ان هادو حتى هما رشكيلات جداد، ولكن الاخرين غيكونوا حصريين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وتضغطوا على زر اشتراك باش توصلوا بجديد قناه مطبخ ماغي، ودمتم بود.